السلام عليكم جميعا. أبو سباي سلم عليكم. أنا طبعا اليوم شفت الحكومة مجتمعة يا بشني تناقش شلون أمريكا صعدت التعريفة الجمركية. زين مو أنتم مخلين 78% على السلع الأمريكية؟ معناته من اجى ترامب وخلى هاي التعريفة اللي هي نص، يمكن اقل هم من نص هاي التعريفة، الجو احترق عندكم. كانتم من المسبب هو غير الحكومة. وهسه محمد الشيع السوداني يناقش. زين انت اذا ما تخلي السلع الامريكية تدخل المجتمع العراقي للشعب العراقي وفارض ضرائب للستار ومسوي تخفيضات على الفجل الإيراني وعلى الآيس كريم الإيراني وعلى روبة كالا، زين شو يسوي لك العالم إذا أنت مسوي تخفيضات على السلع الإيرانية؟ ماكو جمرك أو تعريفة جمركية على كل السلع الإيرانية تدخل العراق، ومخلي تعريفة جمركية 3/4 78%. إذا واحد يريد يشتري له حاجة $100 لازم يدفع $178 زايد، بينما نسبة العراقيين في الولايات المتحدة أكثر من محافظتين عراقية. ما أدري وين يريد يوصل محمد الشيع السوداني والحكومة. الآن يناقشون. زين انت ليش ما سويتها من البداية ومثل دول الخليج التعريفة الجمركية قليلة وهذه ويصير قليلة على جسمه؟ بعد انت جاي منك هسه صرت والله العظيم ما ادري. هسه انت صرت ظل تفكرون هاي التفكير، والله راح نتعامل وراح هذه. انتم هسه الان هسه بالوقت الحاضر ما عندكم تواصل اقتصادي ولا خدمات مع الولايات المتحدة لحد الآن. هسه إذا يطلع واحد الآن بكل العالم يجي واحد يستخدم فيزا كارد، الأبل باي، الكاشاب، هاي كلها ما موجودة بالعراق. المفروض اكو تواصل اقتصادي وخدماتي وتبادل تجاري مع كل دول العالم. ليش الشعب العراقي محروم؟ ليش؟ شنو السبب؟ حصاركو، الحكومة مسوي حصار على الشعب. على كل هاي وحدة. والشغلة الثانية خلنا أقول لك يا عمي يا محمد الشيع السوداني والحكومة مالتك، عم اشتروا خيم، لأن هاي راح تصير اجتياح للعراق، اجتياح من الإيرانيين. أي قصف هسه الآن على إيران إذا استمر 2 أو 3 أشهر ما يبقون الإيرانيين، رأسا يهاجرون. انت تعرف الضربات اللي راح شلون تصير؟ تعرفون لو لا؟ حتى طرق المواصلات تنضرب، المعامل تنضرب، المراكز التجارية تنضرب، كل شيء ينضرب، على مود يوقفون الحياة كلها غاد، على مود العالم تقوب ضد الحكومة.
لأن هم بتفكيرهم الآن الدول من ضمن الولايات المتحدة هسه 3 دول راح تشترك، تدرون لو لا؟ بريطانيا وأمريكا وإسرائيل، ويجوز حتى دول الخليج تشترك بهاي هذه. درون لو ما درون راح تصير هجرة جماعية، لأن ماكو الآن بعد الدول الأوروبية ما تفتح مجال الإيرانيين غيرهم، الباكستانيين مد منو. الإيرانيين طبعا راح وين يجون العراق. انتم هسه اذا يصير اجتياح 2 3 ملايين، انتم ما استطاعتكم ان تاخذون هاي المجموعة الكبيرة من الإيرانيين، من الشعب الإيراني. فأنا أقول لكم شغلة واحدة، جيبوا خيم، اشتروا خيم حتى تسوون معسكرات، خلوا الناس بيها على الأقل تنام. ما تفيد إذا يجونكم أكثر من 4 ملايين 5 ملايين إيراني ويصير اجتياح العراق بخلال شهر شهرين، تندمرون دمار. انتم الدورة تجيبون تخلون بحلوقة الإيرانيين. الإيرانيين ما يبقون هذول أول ناس راح يشردون العمايم المعممين. يذكرون قبل من كان النظام السابق ما عنده عنده بنادق من هاي الحرب العالمية الثانية وأسلحته من هاي القديمة وهاي، وشردوا هذا طهراني ومد منه. المعممين ظلوا يصرحون يعطون تصريحات بالإذاعات العراقية، بإذاعات النظام السابق، وإحنا ضد النظام. هاي كلهم دول المعممين الآن اللي خابصين خبص، كلهم راح يشردون العراق، لأن ماكو فد مكان يلفيهم. بالإضافة إلى بعض الناس من الشعب الإيراني. الشعب الإيراني ترى ما يحب الحروب، ما يحب الحرب. خلنا أقول لكم الشعب الإيراني ما يحب الحرب. أول صاروخ ينطلق، أول ضربات تنطلق وتستمر هاي الضربات، مو يوم ويومين وهذا تخلص، لا، يدمرون كل البنية التحتية مال إيران، ويقومون باغتيال المسؤولين الإيرانيين في بيوتهم. خلنا أقول لكم هاي مال يضربون الأسلحة النووية، وهاي ما تخلص، مو هذه. يظلون هاي جابوها الصواريخ يذبون على المسؤولين الإيرانيين. ترى هاي تحفر 60 متر جوا القاع. هاي كلها محضرينها السراديب. ما ذول المعممين الإيرانيين راح يلبدون. المهم هو راح يصير اجتياح، ويضربون الآبار النفطية همه، ويضربون كل شيء، الكهرباء يضربونها، كل شيء يضربونه. صدقوا احنا مرينا بالحرب هاي، مرينا. هم الإيرانيين رادوا الآن بالوقت الحاضر يريدون يستمرون بالحكم. فالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل ما يريدونهم بعد، ما يريدونهم. راح يحاربونهم ويقضون على النظام اللي صار له مجقد 40 سنة يحكم، مثل ما كان صدام يحكم. هسه هم راح ينقضى عليهم خلال حكمه 40 سنة، انتهت بعد. على كل
راح نشوف هسه شنو هذا ايش راح تسوي الحكومه الهاي هسه راح من تصير شو اسمه ضربات، راح يفتحون الحدود ويخلون الايرانيين كلهم يدخلون بالعراق، ما ادري وين راح ينامون، بالشارع والله ما ادري. شيء ما عندهم دول امكانيه الحكومه تستقبل هاي الاعداد. اذا 10 ملايين ما اعتقد هذه العالم كلها راح تجر على العراق. هاي الدول تسد الحدود، هم بس يعرفون العراق هاي خلاص. على كل أرجو المعذرة، أبو سباي سلم عليكم.